تخيل معايا لو انت وعيلتك ساكنين في قرية وعايشين في سلام وأمان، وفجأة جالك بلطجي وقالك إن القرية دي بتاعته وإنك لازم تسيبها وتهاجر. ولما رفضت تسيب بيتك قام البلطجي راح جاب عيلته وجاب السلاح وبدأ يقتل عيلتك وأطفالك لمجرد إنك بس بتطالب بحقك. وده اللي بيحصل في فلسطين بعد 75 سنة من القتل والاعتقال والتهجير والحرمان حتى من أبسط الحقوق زي التعليم والصحة وإنك تمارس شعائرك الدينية بكل حرية والأمان. ولما طالبت بحقك بدأ العدو يقتل النساء والأطفال والشيوخ بأبشع الطرق اللي ما بيقبلهاش لا دين ولا عرف. كل ده حرفيا بيحصل في فلسطين كل ثانية من سنة 75 لحد النهاردة. أطفال ونساء وشيوخ بيتقتلوا بدون أي ذنب من كثرة الصهاينة إنهم بيقصفوا مستشفيات ومباني ومدارس، حتى دور العبادة ما سلمتش منهم فبيقصفوا المساجد والكنايس. وفي كل لحظة لحد دلوقتي عدد الشهداء بيزيد وعدد الجرحى ما بيتحصيش. ومع كل ده دولة الصهاينة قطع كل الخدمات، لا مية